3 اقول لكم بقى على نص طريف جدا لحكايه الحر ده. في برديه عندنا مشهوره في مصر القديمه اسمها برديه وستكار. برديه وستكار دي بتبتدي بان ملك سنفرو، هذا الملك العظيم الملك الطيب، وهو بالمناسبه ابو الملك خوفو. الملك سنفرو هو مؤسس الاسره الرابعه، يعني بنتكلم من 4500 سنه او اكثر. والملك سنفرو هو صاحب اول هرم، شكل هرمي صحيح في التاريخ. يعني اول شكل هرم زي ما انتم كنتوا عارفين الهرم مش خوفو، لا بابا سنفرو في منطقه دهشور. الملك ده البرديه دي بتقول لنا النص ان كان الملك سنفرو يطوف في القصر، كان عمال يلف في القصر كده في مختلف حجرات قصره الملكي كما يقول النص، بحثا عن ايه بقى؟ بحثا عن مكان رطب اي مسلي. يبقى بالنسبه لسنفرو من 4000 سنه ونص تقريبا كان المكان المسلي اللي عايز يقعد فيه في القصر بتاعه هو المكان الرطب، اللي هو اللي فيه هواء حلو، او يقول لك يا عم ايه، رطب على صدرك، اشرب حاجه، رطب على نفسك، اقعد في حته رطبه، اقعد كده في وسط الحر. فاذا المصري القديم عرف السقعه وعرف البرد وعرف الشتاء وعرف اللبس الثقيل، وفي نفس الوقت برضه عرف الحر. طب تعامل مع الحر ازاي؟ تعامل معاه مع اكثر من طريقه. نمره واحد كان عنده مراوح. المصري القديم برع في صناعه المراوح المعموله من كل حاجه، لدرجه انك لو رحتوا المتحف المصري في التحرير في ثوبه الجديد، بدعو كل الناس انها تروحوا، بقت تحفه في سيناريو العرض الجديد اللي عملوه. وطلعت الدور الفوقاني ورحت بجانب اثار توت عنخ امون اللي احنا بنسميه توت عنخ امون، هتلاقي فيه حته مروحه عبقريه ترجع الى 1300 قبل الميلاد، معموله من ريش النعام. تخيلي ريش النعام، تقولي لي ايه ده يا بسام؟ ريش نعام من 3000. بس كان حد لازم يقف بيها ويهوي بيها ولا؟ لا دي ريشه يد. دي ريشه يد زي اللي انتوا بتمسكوها كده ونشوفها في افلام زمان كده، يمسكوها كده، ودلوقتي في بعض السيدات ما زال بيستخدمها. فدي ريشه يد معموله من ريش النعام. فده دي كانت للملك، ممكن يستخدمها بايده او للملكه، لان برضو عليها اسم الملك، لكن دي ممكن تكون برضو للملكه في نفس الوقت. وطبعا فكره ان ريش النعام يعيش 3300 سنه دي عبقريه نبقى نتكلم عليها في مداخله اخرى. لكن طبعا عرف المراوح وعرف الفكره. وبالمناسبه كان في تايتل او لقب هام جدا في البلاط الملكي اسمه حامل الريشه. يعني ده كان شغله، ده رهيب. ده هو على فكره ده مش شرط ان هو يبقى حامل الريشه واقف كده عمال يعمل كده زي الافلام، لا ده ممكن يبقى حامل الريشه. ده لقب لواحد مهم جدا في البلاط، يربو الى درجه عاليه جدا بجانب الملك. يعني لدرجه ده اللي يديك الانطباع بايه؟ بان اللي كان بيجلب الهواء الرطب للملك كان بيعطى لقب عالي. ولو انا عايز اقدرك وعايز ارفع من شأنك في البلاط الملكي اديك اللقب ده، رغم ان انت ممكن تبقي مش بتمسكي المروحه وبتجيبي لي هواء، لكن ده لقب ليكي علشان تقديرا يعني. بالظبط كده، اهميه ان انت تجيب هواء حلو للملك.